الأربعاء 13 فبراير 2013. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع وصباحك يا مصر. بالأمس كلنا تابعنا انتفاضة ضباط وأمناء الشرطة، أفراد الشرطة في 10 مديريات في 10 محافظات، أضربوا عن العمل وقاموا بمظاهرات احتجاجية مطالبين بأكثر من موضوع. في الحقيقة بيطالبوا بإقالة وزير الداخلية وبيرفضوا أخونة الوزارة، بيطالب بعضهم أيضا بتسليح الأمناء والجنود للمظاهرات، وبيطالبوا أيضا بعدم تسييس الوزارة اللي من المفترض أنها تخدم الشعب وليست في خدمة النظام. في الحقيقة ده مؤشر خطير جدا، لأنه أمناء وضباط وأفراد الشرطة كانوا في العصر البائد يعني بشكل عام مع النظام ومع ما يكون من النظام من اتجاه سواء سياسي أو اقتصادي أو ضد المتظاهرين بشكل عام. ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة وكل الحقوقيين والنشطاء السياسيين اللي أيضا بيطالبوا بالحقوق العادلة لكل المصريين، في الحقيقة لما بتخرج مظاهرة بتطالب بعدالة اجتماعية، بتطالب بكرامة إنسانية، هي لا تستثني أحدا، هي بتقول العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل المصريين، حتى كمان أفراد الشرطة اللي في الحقيقة مرتباتهم ضعيفة جدا، واللي مستوى الخدمة الصحية ليهم ولعائلتهم ليست على مستوى جيد، وبالتأكيد بيعانوا من أكثر من موضوع، منهم أنه إزاي تضع مصري قصاد مصري، حتى إذا كان هذا المصري بيعمل كفرد أو كجندي شرطة. إحنا لا نتهم الشرطة كلها بأنها مسيسة ولا نتهم إنهم ضد الشعب، ولكن هناك بعض الأفراد اللي بيسيئوا لهذا الجهاز اللي لا يمكن أبدا إن احنا نستغنى عنه أو إنه نقدر نعيش في أمان من غير جهاز الشرطة. ولكن زي ما بيقولوا إنه السيئة بتعم والحسنة بتخص، لأنه إذا كان هناك بعض الأفراد يمارسون أمورا يعني تتنافى مع حقوق الإنسان، فده بالتأكيد بيسري الحال على باقي الجهاز. من الأشياء أيضا اللي تابعناها بالأمس واللي يعني أصابتنا بصدمة في المساء، التقرير الطب الشرعي اللي جاء في المساء بأنه الشهيد محمد الجندي توفي أو استشهد في حادث سيارة وليس نتيجة لتعذيب الشرطة كما كان يقال، وكما طبعا كان هناك شهود، يعني في أحد الشهود العيان اللي قال أنه مع مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ذهبوا إلى المعسكر ورأوا عمليات تعذيب ممنهجة تحدث لمجموعة من النشطاء من خلال من ينتمون للجماعة وبعض أفراد الشرطة. كمان النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر أرسل فريقا من النيابة العامة إلى هذا المعسكر وأتى ب65 اسم في قائمة من المتظاهرين اللي احتجزوا فعلا في هذا المعسكر وخرجوا بعد أيام. إذن الموضوع ليس يعني سرا وليس ادعاء، ولكن أفراد والوفد اللي راح من النيابة العامة أثبت بالدليل القاطع أن هناك مجموعة من 65 ناشط سياسي ومتظاهر كانوا محتجزين في هذا المعسكر وتم بالفعل تعذيبهم وخرجوا بعد فترة. إذن السؤال، الطب الشرعي تأخر كثيرا في يعني إخراج هذا التقرير اللي بالتأكيد يعني الكثير من المصريين قلبهم حتى مش مصدق التقرير ده. بيفكرنا التقرير ده بلفافة البانجو بتاعت خالد سعيد اللي قالوا انها اتحشرت في القصبة الهوائية وعملت له اسفكسيا الاختناق. في الحقيقة أنا كمواطنة مش قادرة أصدق هذا التقرير، يعني أعتذر تماما، لأنه اللي شاهدناه في وش محمد الجندي الشهيد وموضوع الجمجمة اللي حصل فيها والغيبوبة اللي قعد فيها فترة طويلة لا تؤشر على أن دي حادثة سيارة. كمان في ظهره في علامات حريق وأشياء كثيرة من هذا القبيل ما بتقولش أبدا أن دي حادثة سيارة، اصطدامه بميكروباص. طبعا مع وجود 65 اسم أثبتت النيابة العامة أنهم كانوا موجودين في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي، ومع شهادة شاهد من الشهود العيان اللي ضميره استيقظ، وفي كتير أكيد غيره خايفين يتكلموا، أنه شاف بعينه عمليات تعذيب ممنهجة لمجموعة من النشطاء السياسيين والمتظاهرين. إزاي نقدر نصدق تقرير الطب الشرعي؟ يعني في الحقيقة ده تساؤل بالتأكيد كلكم حضراتكم بتتساءلوه زي ما احنا وزي كتير من الإعلاميين والصحفيين بتساءلوا. النهاردة من المفترض أنه كان يبقى فيه جلسة حوار
وطني مدعوة لها كثير من القوى السياسية، منها كمان حزب النور اللي أكد بالأمس أنه جلسة الحوار الوطني مع الرئاسة تم تأجيلها للأسبوع المقبل. وفي حديث عن أنه اليوم سيتم حسم مصير حكومة هشام أنديل، هل ستستمر في الحكم أم أنه سيتم تغييرها بناء على طلب القوى المعارضة حتى كمان من تيارات الإسلام السياسي. كمان بيتم التجهيز لمليونية يوم الجمعة، مليونية معا ضد العنف اللي دعا ليها حزب البناء والتنمية، اللي طبعا الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، واللي حزب النور رفض أنه يشارك فيها. وهناك أيضا أخبار عن أنه جماعة الإخوان المسلمين تفكر عدم المشاركة في هذه المليونية. حيتم حسم الأمر النهاردة. كمان مش هننسى أنه بكرة، لأنه البرنامج هيكون أجازة، بكرة هو عيد الحب بالتأكيد. يعني في وسط كل هذه المشاكل وتقرير الطب الشرعي لمحمد الجندي وكل هذه المآسي، مش هننسى برضو أن احنا نقول لكل المصريين كل سنة وحضراتكم طيبين، علشان عيد الحب. محتاجين الحب في الوقت ده بشكل كبير جدا، محتاجين نتكاتف مع بعض، محتاجين نبني جسور من الثقة والمودة والحب بيننا، محتاجين نرجع تاني إيد واحدة. لكن بالتأكيد القادة والسياسيين يعني الموضوع بالنسبة لهم هو موضوع مكاسب سياسية ومصالح استراتيجية ومقاعد في البرلمان وفي الحكومة، والشعب بعتقد أنه هو آخر حاجة بيفكروا فيها. لكن بالتأكيد كل سنة وحضراتكم طيبين، وبعيد عليكم في عيد الحب رغم كل الدعاوى اللي بتقول أنه الاحتفال بعيد الحب حرام، وأنه إذا شفنا واحد بيحتفل بعيد الحب هنجلده وحاجات كده. لا، احنا برضو هنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بكرة يكون عيد حب عليكم سعيد فالنتاين، وكلنا يبقى معانا ورود وأمسية طيبة جدا. النهاردة في صباحك يا مصر هيكون معانا بعد الأخبار وفقرة الصحافة هيكون عندنا لقاء خاص مع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار. هنتكلم معاه بقى عن حاجات كتيرة جدا تخص الاقتصاد، بدءا من 3 أرغفة خبز للمواطن المصري حسب وزير التموين، إلى أزمة السولر، إلى أزمة البنزين، إلى ارتفاع الأسعار المواد الغذائية، إلى الدولار اللي عمال يتصاعد إلى عنان السحاب، إلى أيضا تخفيض التأمين الاقتصادي لمصر إلى B3. يعني كنا تم تخفيض التأمين الائتمان لمصر من فترة إلى B2، دلوقتي أصبح B3 نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة اللي بتعيشها مصر. التأثير ده على الوضع الاقتصادي، تأثير ده على صندوق أو قرض صندوق النقد الدولي. كثير من الأسئلة اللي بتهم حضراتكم وبتهمنا جميعا هنطرحها على ضيفنا العزيز الدكتور أحمد السيد النجار، ولكن بعد الفقرة الإخبارية. دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، وانسى همومك مين هيلومك، وما تلجأش لغير الله. بكم في نشرة أخبار برنامج صباحك يا مصر، ونستهلها بأهم العناوين. وسط صدمة للحقوقيين والنشطاء، الطب الشرعي سبب وفاة الشهيد محمد الجندي اصطدامه بالسيارة. وقفات احتجاجية واشتباكات بالحجارة بين عشرات المجهولين والعاملين في فندق شيبرد وتحطيم واجهة الفندق. وقفات احتجاجية لأفراد الشرطة ب10 محافظات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وتحسين أوضاعهم الوظيفية. إحالة طاعون دعاوى حظر استخدام الرصاص الحي في التظاهرات السلمية إلى هيئة مفوضي الدولة. والمتحدث العسكري ينفي وجود قواعد عسكرية أجنبية بمصر، ويؤكد أنها قوات متعددة الجنسيات بسيناء.
أهلا بحضراتكم. البداية من القاهرة، حيث أكد الدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين في تصريحات أن مصلحة الطب الشرعي انتهت من إعداد تقرير الصفة التشريحية للشهيد محمد الجندي شهيد الاتحادية، وتبين أن سبب الوفاة حسب التقرير هو اصطدامه بسيارة. وأوضح دكتور عماد الديب أن الصفة التشريحية تبين منها أن المجني عليه قد أصيب بإصابة ردية أدت إلى الوفاة، وأن المصلحة سلمت التقرير للنيابة العامة بهذا الخصوص، مضيفا أن الإصابات التي أصيب بها الجندي لم تكن نتيجة لتعذيب جهاز الشرطة بحسب التقرير. تجددت الاشتباكات بالحجارة بين عشرات المجهولين وبعض العاملين في فندق شيبرد، ما أدى لتكسير عدد من نوافذ الفندق. وقام أحد المجهولين بفتح خراطيم المياه المتواجدة بالقرب من فندق سيميراميس وتوجيهها نحو العاملين بالفندق لتفريقهم وإبعادهم. كانت قوات الأمن قد قامت بإلقاء القبض على 3 طلاب بالمرحلة الثانوية بتهمة تحطيم واجهة فندق شيبرد. وقد ساد الهدوء ميدان التحرير، بينما واصل المعتصمون أمس إغلاق مجمع التحرير لليوم الثالث على التوالي. على صعيد آخر، صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 21 شخصاً خلال الاشتباكات التي شهدها محيط قصر الاتحادية بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقد ساد الهدوء بمحيط قصر الاتحادية، وتواجد عدد قليل من الباعة الجائلين، في حين اختفى المتظاهرون من محيط القصر، فيما انسحبت قوات الحرس الجمهوري من أمام البوابات. وتواجد عدد قليل من أفراد الأمن المركزي على بوابة رقم 1 و2 من القصر. يأتي ذلك فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة المحلة الكبرى إخلاء سبيل المتهمين بأحداث شغب المحلة خلال تظاهرات جمعة الكرامة بضمان محل إقامتهم. كان محامو المتهمين قد تقدموا بطلبات تظلم عقب قرار النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، مؤكدين أن قرار الحبس ليس له سند قانوني، ولا سيما أن صحيفة الحالة الجنائية ليس بها شبهات. نظم أفراد الشرطة ب10 محافظات وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ولتحسين أوضاعهم الوظيفية، كما طالبوا بعلاجهم وأسرهم داخل مستشفيات الشرطة وتحسين الأجور وتسليحهم في التصدي لما يتعرضون له في الشارع والقصاص لشهداء الشرطة. كما شددوا على ضرورة استقلال وزارة الداخلية أسوة بالهيئات القضائية، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأبدى المحتجون اعتراضهم على دخول أفراد الشرطة كطرف في المواجهات بين النظام الحالي والمتظاهرين. في هذه الأثناء قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الطعون على الدعوى القضائية التي تطالب بحظر استخدام الرصاص الحي أثناء التظاهرات السلمية إلى هيئة مفوضي قضايا الدولة لإعداد تقرير ذي صلة بالرأي القانوني. كما وقررت وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156 لعام 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر في التعامل مع المظاهرات السلمية. في قضية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق و40 من القيادات الشرطية السابقة والحالية في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف وفرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل
في أعقاب ثورة 25 من يناير إلى جلسة 12 من مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود الذين سبق للمحكمة أن استدعتهم، وهما الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء منصور عيساوي وزير الداخلية الأسبق، لسماع شهادتيهما حول تلك الأحداث. بعد عامين من تنحي مبارك يعاني المصريون من الأمل في رحيل مبارك إلى الإحباط من قدوم الرئيس مرسي. كاميرا صباحك يا مصر قامت باستطلاع أحوال المواطنين بعد عامين من تنحي مبارك. نشاهد. مفيش أي تغيير خالص، مفيش اي تغيير، والاخوان انا هنغير وانا عن نفسي انتخبت الاخوان وكنت مرشح الاخوان يعني في الانتخابات وفي كل حاجه كنت ماشي معاهم لغايه دلوقتي. انا مش شايف لهم اي حاجه. البنزين بردك ازمه والسولار ازمه وكل حاجه فيها ازمه في البلد. الفرن البلدي بتشتغل دلوقتي على الجاز وبياخدوها اصحاب الفرن وبيبيعوها، دي واحد. اتنين، ان المزارع السمكيه برضو بتشتغل من مجال الجاز وبرضو ما حدش بيعرف هل دي من حقها انها تشتغل من مجال الجاز ولا لا. دي اتنين. تالت حاجه ان برضو عدم دعم دول الخليج اللي كانت بتدعم النظام السابق بالمواد البتروليه مؤثر فعلا في البلد حاليا، وده عامل اساسي جدا وواضح وملحوظ للي بيفكر كويس في البلد. مفيش مرور في الشارع ولا في ظابط في الشارع ولا في حد في الشارع. يعني احنا بنمشي دلوقتي كده بنعاني من مشاكل جامده جدا في الطريق دلوقتي. يعني الدور اللي كنا بنعمله على ساعه ونص ولا ساعتين دلوقتي بتعمل في 4 ساعات. مفيش مشاكل من جماعه تانيين. الناس اصلا مش مظبوطه. يعني في دلوقتي قله في البلد بيبوظوا البلد. ما يسيبوا الناس تحكم. احنا مش بنشتكي من حاجه معينه، احنا يعني عايزين البلد تهدى وما نسمعش القلق اللي بنشوفه ده كل شويه. انا واحد من الناس انتخبتهم، بس انا شايف ان الدنيا واقفه. يعني الدنيا واقفه، ما فيش حاجه جديده، الواحد مش حاسس بامان والدنيا بقت صعبه وما فيش شغل، ما فيش فلوس، المصاريف في البيت عاليه. وحول تداعيات ظاهرة التحرش اعترض المجلس القومي للمرأة على التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء مجلس الشورى والتي تحمل إدانة للمتظاهرات اللواتي يتعرضن للتحرش، وتطالب بتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيدا مفصولين عن الرجال. وأكد المجلس رفضه لمثل هذه الدعوات التي تمثل عدم دراية بالمسؤولية السياسية واستهانة بحق المواطن ووأدا لحقوق المرأة بحسب رأيه، موضحا أن ما يحدث هو عودة إلى الماضي واتجاه لإقصاء المرأة من المشاركة في الحياة العامة والسياسية على حد تعبيره. وحول قضايا الإعلام أبدأ التيار الشعبي استنكاره لاستدعاء النيابة العامة 8 من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو للتحقيق معهم في بلاغ تقدمت به الإدارة القانونية للاتحاد. وأوضح التيار أن البلاغ الذي قدم منذ أكثر من عام جاء على خلفية وقفة شارك فيها أكثر من 150 من الإعلاميين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في الأجور وتطبيق لائحة موحدة لكل قطاعات ماسبيرو. مجددا نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي نفى وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر عامة وفي سيناء بصفة خاصة. وأوضح أن المعسكري القوى متعددة الجنسيات في سيناء ليس قواعد عسكرية لدولة بعينها، وأن مهمة هذين المعسكرين تتلخص في التحقق الدوري من التزام طرفي معاهدة السلام مصر وإسرائيل بتنفيذ الجانب الأمني من المعاهدة. وأوضح المتحدث العسكري أن هناك اختلافا كبيرا في المفهوم بين القاعدة العسكرية ومعسكر للقوات متعددة الجنسيات. وأضاف أن حقيقة وجود قوات متعددة الجنسيات بسيناء هو أمر معروف لكل ضباط القوات المسلحة.
على صعيد آخر، نفى الدكتور سمير صبري المحامي بالنقد ومقدم بلاغات لتخصيص أراضٍ للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وزوجته بالمخالفة للقانون الثلاثاء. نفى ما تردد على بعض المواقع الإخبارية من إحالة عنان إلى جهاز الكسب غير المشروع، وأن هذا الخبر عار تماما عن الصحة. وأضاف صبري أن الدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 11 من فبراير كانت تطالب بإلغاء قرار النائب العام بإحالة سامي عنان إلى القضاء العسكري. وحول أخبار الثورة، قال الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني إن هناك سوء إدارة كامل وغياب للقدرة على إدارة الوطن، خصوصا في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها البلاد بعد الثورة، مؤكدا أن هذه الحالة ليست مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو أي تيار سياسي آخر. وأشار البرادعي إلى أن العالم تحول من مرحلة الإعجاب بالثورة المصرية إلى شعور بالقلق والشفقة، وأوضح أن مصر مصابة باكتئاب قومي وأننا فقدنا البوصلة وأصبحنا شعوبا وقبائل لا نتعارف. وإلى الحوار الوطني المتعثر، حيث أعلن المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور السلفي إرجاء الحوار الوطني بين رئيس الجمهورية والقوى السياسية إلى الأسبوع المقبل، بعدما كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء. وقال ثابت إنه تم إرجاء الاجتماع مع رئيس الجمهورية إلى الأسبوع المقبل حتى يتم التواصل مع باقي القوى السياسية. وأشار ثابت إلى أن الاجتماع سيعقد باعتبار أنه ليس هناك خطوط حمراء، وأن كل المطروح في المبادرة من محاور سيطرح على مائدة الحوار الوطني. كانت مصادر رئاسية قالت إن الرئيس محمد مرسي سيرأس اليوم الأربعاء جولة جديدة من الحوار الوطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والفاعلة في مصر لمناقشة جدول أعمال مفتوح يضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصر تمر بمرحلة دقيقة، داعيا مختلف القوى السياسية الفاعلة إلى المشاركة في الحوار، وذلك للوصول إلى توافق وطني حول خارطة العمل المستقبلي ولتفويت الفرصة على تيار العنف غير الديمقراطي الذي يعمل دون فكر أو عقيدة على حد قوله. وإلى الاقتصاد، خفضت وكالة موديز انفستور سيرفيس الثلاثاء تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة 1 إلى B3 من B2. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إنها ربما تخفض التصنيف مجددا بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر وتصاعد الاضطرابات المدنية في الآونة الأخيرة، وشكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأن هذا أحد الأسباب لخفضها للتصنيف الائتماني لمصر. عن عمر يناهز 69 عاما، رحل مساء الثلاثاء فنان الكاريكاتير رمسيس زخاري بعد صراع طويل مع المرض. ويعد الفنان الراحل من أحد أشهر فناني الكاريكاتير في مصر والعالم العربي، ومن أهم أعماله برنامج يا تلفزيون يا الذي كان يقدمه على مدى سنوات على شاشة التلفزيون المصري خلال شهر رمضان في فترة التسعينيات. وتقام جنازة الراحل ظهر اليوم الأربعاء بكنيسة قصر الدوبارة خلف مجمع التحرير، على أن يقام العزاء يومي الخميس والجمعة بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر. ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل.
ونختتم النشر بهذا الخبر. أنقذت العارضة والقائم مرمى الإسماعيلي من هدف كاد أن يكون محققا خلال مباراته أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد العربي. واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لبلوزداد في الدقيقة 20، وسدد أحد لاعبي الفريق الجزائري الكرة بطريقة رائعة متجاوزة الحائط البشري وفي اتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالقائم قبل أن تنزل على خط المرمى ثم ترتطم بالعارضة وتبتعد عن الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. وسط صدمة للحقوقيين والنشطاء، الطب الشرعي سبب وفاة الشهيد محمد الجندي اصطدامه بسيارة. اشتباكات بالحجارة بين عشرات المجهولين وبعض العاملين في فندق شيبرد وتحطيم واجهة الفندق. وقفات احتجاجية لأفراد الشرطة ب10 محافظات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وتحسين أوضاعهم الوظيفية. إحالة طعون دعاوى حظر استخدام الرصاص الحي في التظاهرات السلمية إلى هيئة مفوضي الدولة. والمتحدث العسكري ينفي وجود قواعد عسكرية أجنبية بمصر ويؤكد أنها قوات متعددة الجنسيات بسيناء. آخر الأخبار قدمناها لحضراتكم من برنامج صباحك يا مصر. فاصل قصير ونعود لكم بمنشطات الصحف، انتظرونا.